السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال أولى إعدادي، أهلا ومرحبا بكم. عام دراسي جديد إن شاء الله يكون عام خير وعام متعة وعام فائدة واستفادة إن شاء الله. إن شاء الله هنبدأ درسنا النهاردة. أول درس هنشتغل معاكم في الترم الأول هنشتغل على نحو، درس نحو على طول. أول ما تبدأ معلش خليك معايا وركز كده، درس نحو هيبقى بسيط هنبدأ بيه إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ أي حاجة عاوز أذكرك ما كنتش مشترك معانا اشترك وفعل زر الجرس عشان كل جديد يجي لك، وان شاء الله المنهج بتاعك كله هيبقى معاك، واللغه العربيه هتبقى معانا باذن الله سهله، وزي ما بنقول مع ابجديتي انت في امان. يلا بينا ان شاء الله عشان ما نطولش كتير. هنبدا، تعالوا بصوا معانا الدرس اللي احنا هنشتغل عليه. درسنا الدرس الاول تحت عنوان الفعل اللازم والفعل المتعدي. دي الدرس معانا الفعل اللازم والفعل المتعدي على طول كده. طب تعالوا يلا بشغل تاني على السبوره نشوف المثالين دولت عشان افرق يعني ايه فعل لازم ويعني ايه فعل متعدي. انا عاوز بس اقول لك على حاجه قبل ما نروح للمثال ده. تعالى كده معايا مثال تاني. اما اجي اقول لك الفعل اساسا مكون من ايه؟ الفعل مكون من ايه؟ ايا كان سواء فعل ماضي او مضارع او امر، الفعل مكون من ركنين اساسيين. لا مش الفعل، هتبقى هحذف الفعل دي مكون من ايه وهروح للجمله الفعليه. ماشي؟ خليك معايا ماشي، معلش في البدايه كده. تعالوا قبل ما نقول اي حاجه، الجمله الفعليه مكونه من ايه اولا؟ طيب الجمله الفعليه عشان اشتغل عليها تعالوا كده معايا بالراحه كده. الجمله الفعليه الركنين الاساسيين تتكون من ركنين اساسيين، هما ايه؟ الفعل والفاعل. الفعل والفاعل. الفعل والفاعل احنا كنا في الاعدادي في الابتدائي يا استاذنا، في الابتدائي كانوا بيقولوا لنا فعل وفاعل ومفعول به. ما هو دي كلامنا، محور كلامنا بقى النهارده ان الجمله الفعليه اللي اساسا بتتكون من فعل وفاعل، ممكن في بعض الاوقات يكون في مفعول به. هو ده اللي احنا عاوزين نعرفه بقى. بصوا معايا على المثال كده، تعالوا كده. نام الطفل. مين اللي نام؟ الطفل، يبقى يعني نام فعل والطفل فاعل. طيب المثال الثاني، شرب الطفل العصير. شرب فاعل، مين اللي شرب؟ الطفل، اذا الطفل فاعل. تمام ممتاز. ماذا شرب؟ هنا اسال سؤال، ماذا شرب الطفل؟ ماذا شرب الطفل؟ انا راح اكتب الطالب، خليها الطفل. يلا خليك معايا كده. ماذا شرب الطفل؟ هتقول لي ايه بقى؟ العصير. اذا العصير ده يعرب ايه؟ مفعول به. هلا انت عاوز تقول ايه؟ بص كده على الفعلين، فعل نام والفعل شرب. لاحظ كده معايا حاجه، هتلاقي الفعل نام لو هصورهم باتنين رجاله كده، اتنين اصحاب مع بعض كده، هتلاقي في واحد ملتزم بحاجته، ملتزم بما يخصه، فعشان كده بسميه هذا الانسان لازم نفسه. اذا الفعل الاول اختص بالفعل بس ما خدش مفعول به، ما هوش مفعول به، عشان كده بسمي الفعل ده اهو مسماه فعل لازم. فعل ايه يا شباب؟ رد عليا، اشتغل بقى معايا، احنا لسه مع بعض واول السنه بقى عاوزين نتعرف على بعض. يلا معايا. الفعل ده اهو اسمه لازم. ليه؟ لانه لازم فاعله، ماليش مفعول به، لا ياتي بعده مفعول به، فاسمه لازم، لازم لفاعله. اما انظر الى المثال الاخر، شرب الطفل العصير. هتلاقي شرب الطفل العصير. لا، مين اللي شرب؟ الطفل، يعني الطفل دي فاعل. طب ماذا شرب الطفل؟ شرب الايه؟ العصير. العصير دي مفعول به. اذا الفعل ده هعمله ايه؟ هصوره زي مين؟ هصوره زي انسان طماع شويه، ما اكتفاش بما لديه فتعدى. شوف بقى، خلي بالك، متعدي تعدى على ايه؟ فلم يكتفي، ما رفعش بالفاعل، ما رفعش الفاعل بس، ده رفع الفاعل ونصب مفعول به. رفع فاعل، شوف، رفع فاعل ونصب مفعول به. عشان كده هسمي الفعل ده هو ايه؟ الفعل اللي مفعول به، ان هو تعدى الفاعل الى المفعول. تعدى الفاعل الى المفعول او تعدى الى المفعول به، لم يكتفي بفاعل، فاسمه فعل ايه؟ متعد. اسمه فعل ايه يا شباب؟ متعد. خلي بالك لو حطيت الالف واللام هقول المتعدي، لما حذفت الالف واللام قلت متعد. اما نكبر شويه هنعرف ليه، بس خلي بالك. يعني انت اذا يا استاذ محور كلامنا دلوقتي احنا الفعل عندنا الدرس بتاعنا اسمه الفعل اللازم والفعل المتعدي. الفعل اللازم والفعل المتعدي. اذا باختصار كده بص معايا كده، الفعل اللازم هو ايه؟ هو ما تكون من فعل وفاعل بس، مالوش مفعول به، اكتفى برفع فاعله بس. اما الفعل المتعدي فهو الذي لم يكتفي برفع فاعل وانما محتاج نصب مفعول به. بص على المثال الثاني كده، خرج الطالب. مين اللي خرج؟ الطالب. خلص الجمله. طب ما انا ممكن يا استاذ اجيب جر ومجرور او اجيب يعني ممكن اقول نام الطفل في الفراش. لسه لازم. خرج الطالب من المدرسه. ما جبتش مفعول به، طالما ما جبتش مفعول به يبقى لازم. خلاص. طب هنا بقى كتب الطالب، شوف بقى، كتب
كتب الطالب الدرس. ها، في مفعول به ولا ما فيش مفعول به؟ الطالب دي فاعل، الطالب دي فاعل. طب والدرس دي مفعول به. اذا الفعل ده متعدي ولا لازم ولا متعدي؟ لا، هيبقى فعل متعدي. تمام يا شباب، هيبقى فعل متعدي. انما هنا هيبقى فعل ايه؟ خرج هنا فعل ايه؟ لازم. هو دي درسنا ببساطه يا شباب، ان انا بتكلم على الفاعل اللازم والفعل المتعدي. تعالوا بقى نروح للورق اللي انا عامله لكم، تعالوا نروح للورق معانا اللي احنا درسنا النهارده. احنا من زي ما احنا بنتكلم بنقول ان درسنا الفعل مكون اللي هو تحت عنوان الفعل اللازم، الفعل اللازم والفعل الايه؟ المتعدي، تحت عنوان الفعل اللازم والفعل المتعدي. طيب طالما بتكلم على الفعل اللازم اسف، طالما بتكلم عن الفعل اللازم والفعل المتعدي، تعال نشوف من خلال طبعا عامل لك شرح وعامل لك امثله وعامل لك تطبيقات. الجمله الفعليه، اتفقنا الجمله الفعليه تتكون من ركنين اساسيين. رد معايا بقى وقول لي بقى هيبقى هما مين؟ الفعل والفاعل، مش دول الركنين الاساسيين؟ طيب اذا تم معنى الجمله دون الحاجه الى المفعول به، ايه اللي هيحصل؟ الفعل هيسمى زي ما احنا اتفقنا ووضحنا بقى فعل لازم. طب واذا لم يتم معنى الجمله دون الحاجه الى المفعول به، اذا الفعل متعدي. يبقى انا كده انا عارف الفعل اللازم اللي هو ليس به مفعول به، الفعل الذي لم يحتج الى مفعول به، مش محتاج لمفعول به، هو لازم الفعل بتاعه بس، هو لازم افعله، لازم افعله. انسان قنوع، فعل وفاعل. اما الفعل المتعدي اللي هو تعدى الفاعل الى المفعول به. ظالم هنسميه ظالم، يلا هنسميه الراجل ظالم، مش مكتفي بالفعل، لا تاخد مفعول به عشان نبقى احنا عارفين. طيب لذلك فينا بعض الملحوظات كده واحنا ماشيين كده. المفعول به ليس ركنا اساسيا زي ما احنا متفقين. ما انا قلت لك المفعول به ليس ركنا اساسيا في الجمله الفعليه، لان اركان الجمله الفعليه الاساسيه هم الركنان اللي هم مين بقى؟ الفعل والايه؟ والفاعل، الفعل والفاعل. لذلك الفعل عندي اما لازم واما ايه؟ متعدي زي ما احنا قلنا بقى. طب تعال نشوف الفعل اللازم. ليه سميناه لازم؟ قلنا لانه يكتفي بمرفوع اللي هو الفاعل، المرفوع ده اللي هو الفاعل، هيكتفي بمرفوع اللي هو الفاعل، تمام؟ ولا يحتاج الى ايه؟ مفعول به. لذلك تعالوا بصوا كده على المثال ده كده. الطلاب يجتهدون، الطلاب ده مبتدا، خدتها انت في الابتدائي. يجتهدون دي خبر، يجتهد دي جمله خبريه. طيب يجتهد فعل مضارع، فعل وفعل مضارع. فين الفاعل؟ الفاعل هنا واو الجماعه، اذا مكونه من فعل زائد فاعل، صح؟ اذا فعل لازم ولا متعدي؟ فعل لازم. طب صوره الفعل هنا ايه؟ الفعل هنا خلي بالك الفعل هنا صورته ايه؟ ضمير، وضمير متصل، ضمير بارز متصل اهو. تمام يا شباب؟ طب بص على الثاني، المثال الثاني. انا بدربك على الامثله بقى، قدامك بقى امثله. خلاص احنا فهمنا يعني ايه فعل لازم ويعني ايه الفعل المتعدي. دي الدرس بتاعنا. الدرس بتاعنا مكون من فعل، ان انا بعرف الفعل بتاعي فعل لازم ولا فعل متعدي. بنكرر تاني الفعل لازم، يلا سمعوني كده. الفعل لازم اللي هو ايه؟ الفعل اللازم اللي هو مكون من فعل وفاعل بس يا استاذ. هو الفعل الذي لازم فاعله. يعني اذا إيه؟ الممتحن لما يجي لك السؤال في القطعه ويقول لك استخرج فعل لازم، هتقوم راح مدور على الفعل اللي ملوش مفعول به، هتدور على الفعل اللي ملوش مفعول به. تمام؟ الفعل الذي لازم فاعله يعني ملوش مفعول به. يا طيب ممكن يا استاذ، مش ممكن يكون هو المفعول به محذوف؟ عندك حق في الجمله دي، ممكن يكون زي كده، عندك حق، انت ممتاز، كويس انت فكرتني. تعالى لي كده، ممكن اقول محمد اكل. هل اكل محمد؟ نعم اكل محمد. بسألك، نعم اكل محمد. اهو سؤال، هل اكل محمد؟ هتقول لي نعم، سيبك من محمد اكل اهي، امسحها خالص، مش عاوزينها خالص. اهو بسألك سؤال، هل اكل محمد؟ هتقول لي نعم اكل محمد. طيب اذا الفعل اكل بقى دي يا استاذ، الفعل اكل هنا فعل لازم، اهدى على رزقك، ما يضحكش عليك. اكل هنا ملهاش مفعول به فعلا، بس ممكن اسال بماذا اكل، اسال ماذا اكل محمد؟ ماذا اكل محمد؟ الاجابه هتقول اكل محمد الطعام. الله، ده ليه مفعول به؟ لان اكل دي فعل متعدي وليس فعل لازم. بس انت خدت بالك من الملحوظه اللي عاوز اقولها لك، ان انت الفعل قدامك اهو، الفعل هيكون قدامك موجود قدامك اللي هو الفعل اهو. هتحدد الفعل لازم والمتعدي ملوش مفعول به، ملوش مفعول به قوم راح حاطه في جمله بره اهو، اكل محمد. طب ما فيش،
تقوم راح حاططها في جمله بره، لقيتها ينفع لها مفعول به خلاص يبقى دي فعل متعدي، ملهاش مفعول به يبقى دي فعل لازم، لان في بعض الاوقات يجوز ان يحذف المفعول ايه به. تمام يا شباب في ديت؟ تمام. نرجع لورقنا تاني مع الامثله، احنا ما زلنا مع الامثله للتطبيق على الفعل اللازم. بص معايا كده، ارضى بما قسمه الله لك، ارضى بما قسمه الله لك. ارضى، ارضى دي فعل امر، ارضى ديت خلي بالك فعل امر. طيب احنا بنتكلم دلوقتي يا استاذ مش بنتكلم عن الفعل الماضي والمضارع والامر، احنا بنتكلم على نوع الفعل سواء كان لازم ولا متعدي، مالناش دعوه بزمنه ولا دعوه باعرابه دلوقتي. تمام تمام، خلينا ملتزمين باللي احنا عاوزينه. الفعل دلوقتي ارضى، مين اللي هيرضى؟ انت، يعني تقدير الكلام ارضاء انت. اذا اين الفاعل؟ الفاعل هنا هيبقى ضمير مستتر تقديره انت. يعني ممكن اللي هو صور الفاعل، صور الفاعل ايه؟ الفاعل ممكن يكون ظاهر، ممكن يكون ضمير متصل زي يجتهدون، وممكن يكون ضمير مستتر عادي مفيش مشكله. يعني الفاعل موجود الفاعل بس في مفعول به لا. عشان كده سمينا الفعل لازم ليه؟ لانه لزم فاعله ولم يتعدى الى مفعول به. طب بص على المثال الثاني، انكسر الزجاج. انكسر الزجاج، مين اللي انكسر يا جماعه؟ الزجاج. اذا الزجاج دي ايه؟ فاعل. طب وهل هنا ينفع اجيب مفعول به؟ لا، ما اقدرش. حط انت مفعول به كده، حط انت مفعول به كده مش هتلاقيه. حتى اقول ماذا انكسر الزجاج، جاوب عليها، لا اجابه ملهاش، ما ينفعش ماذا هنا، ما ينفعش احط ماذا. طالما ما ينفعش تحط ماذا يبقى الفعل هنا لازم مش متعدي. انكسر الزجاج. طيب تعالى كمل لي في الثاني، اجتهد الطالب في مذاكرته. اجتهد الطالب، تمام، من الاجتهاد الطالب، اذا الطالب ايه؟ فاعل. طيب في مذاكره ده جر ومجرور مالناش دعوه بيه. طب من الاجتهاد؟ الطالب اجتهد فين؟ اجتهد في المذاكره. هل هنا في مفعول به؟ لا. طب ينفع احط ماذا؟ احط ماذا كده كمل، ماذا اجتهد الطالب؟ جايه ماشيه معاك؟ مش جايه ماشيه، صح؟ اذا الفعل هنا ايه؟ لازم. خلاص اتفقنا كده؟ بكرر تاني، كرر تاني معايا يلا. الفعل اللازم اللي هو اكتفى بفاعله، اكتفى برفع فاعله. اما الفعل المتعدي اللي هو لم يكتفي برفع فاعل وانما احتاج لنصب مفعول ايه؟ به. وافتكر فعل لازم راجل محترم راضي بما لديه، لازم ما لديه، حافظ على ما لديه الفاعل فلزم الفاعله. اما المتعدي لم يكتفي بالفاعل وانما تعدى للمفعول به. فليه مفعول به؟ تعالى له فعل متعدي. لماذا سمي؟ قلنا سمي بهذا الاسم لانه لا يكتفي بمرفوعه وانما يحتاج الى ايه؟ مفعول به. بص على الامثله. قال الرجل الصدق. ماذا قال الرجل؟ اسال بماذا؟ ماذا قال الرجل؟ هيبقى قال الصدق. اذا الصدق هنا مفعول به، يبقى قال دي الفعل المتعدي، المفعول به هيبقى الصدق، وصوره المفعول به هنا اسم ايه؟ ظاهر. صوره المفعول به الصدق اهي، طالما اسم كده قدامك يبقى بعدها على طول ظاهر. أعجبتني القصة. على فكرة خدها معلومة، تعالى معايا كده، فعل زائد النون دهيت ماليش دعوة بيها، فصلت ما بين الفعل والياء. الياء ده هي ضمير في محل نصب مفعول به. تاني، الياء ده هي أي فعل زائد الياء ده هي ضمير ناصب يعني مفعول به، يبقى اذا فعل ملازم ولا متعدي؟ فعل متعدي يا استاذ، وفي الغالب بيكون اللي بعده فاعل. يعني عجبتني القصه فالقصه هنا فاعل، القصه دي فاعل. الياء ده هي دي اللي مفعول ايه؟ به. تمام في ديت عشان نبقى احنا عارفين. طيب يبقى اذا اعجب الفعل، الياء دي ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به اللي هو ضمير متصل به، فصوره المفعول به ضمير بارز. وصلت يا جماعه في ديت؟ طيب إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، أول ما تلاقوا إياك أو إياك أو إيانا أو إياهم دي مفعول به. طب بس ما تقولهاش مفعول به، هتقول ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به. إذا هي مفعول به؟ هي مفعول به. طب هتقول إيه؟ ضمير بارز منفصل. يبقى إذا المفعول به ممكن يكون، شوفها أهو، المفعول به ممكن يكون ظاهر، اسم ظاهر، دي حاجة هي موجودة معاك، وممكن يكون ضمير بارز متصل، وممكن يكون زي إياك نعبد مقدم أهو، مقدم على الفعل، يعني نعبد دي الفعل، نعبد دي الفعل، والفعل اللي ضمير مستتر تقديره إيه؟ نحن. إذا إياك هنا هي دي المفعول به، ضمير بارز منفصل. يبقى عند الصور بتاعي صور المفعول به. طيب هنا في الملحوظه اللي انا قلت لك قد لا يذكر المفعول به مع الفعل المتعدي ولكن يفهم من الكلام، زي ذاكر الطلاب استعدادا
للامتحان. ذاكر دي الفعل، لو جينا نشتغل عليه، ذاكر دي الفعل، فعل ماضي مبني على الايه؟ الفتح. والطلاب فاعل. استعدادا دي مفعول لاجله، مش مفعول به، دي مفعول لاجله. طيب التقدير بقى، المفعول به هنا محذوف به، المفعول هنا محذوف. التقدير ذاكر الطلاب دروسهم، اهي ذاكر الطلاب دروسهم استعدادا للامتحان. يعني ما دي اللي انا قلت لك عليه، ان ممكن المفعول به يكون محذوف، عشان كده ما تقعش في الفخ. مش اول ما تشوف في القطعه خلاص احنا فهمنا وعرفنا ان الفعل اللازم ملوش مفعول به، الفعل المتعدي ليه مفعول به. طيب ممكن في القطعه يكون الممتحن بيختبرني فحذف المفعول به، حذف المفعول به، يبقى انا هطلع الفعل هنا واقوم حاطه في جمله، او اشوف ليه محذوف ولا لا، هل يقبل مفعول به؟ لو يقبل المفعول به يبقى دي فعل متعدي. تمام؟ وصلت الفكره؟ تمام. واتفقنا. بص على المثال، قرأ الطالب كتابا في الأدب. ها، قرأ دي الفعل. طيب الطالب فاعل، كتابا الطالب هيبقى عندك فاعل، كتابا هيبقى ايه؟ مفعول به. يبقى اذا الفعل هنا لازم ولا متعدي؟ الفعل هنا ايه؟ متعدي. تمام يا شباب؟ نروح نقارن تاني ما بين الفعل اللازم والفعل المتعدي من بعض الخصائص. الفعل اللازم قلنا ممكن يتصل بيه حرف من حروف الجر، يعني زي ذهب. هقول لك ايه؟ ذهب محمد. ممكن عاوز اكمل هقوم قايل الى الايه؟ الى المدرسه. ذهب محمد الى المدرسه. ممكن ياتي جر ومجرور، جر ومجرور بدل من مفعول به. تمام؟ اما الفعل المتعدي يجوز اتصال الافعال المتعديه به، يجوز اتصال الافعال المتعديه بالضمائر. ضمائر النصب، ضمائر النصب مجموعه في كلمه ناهيك، اللي هي كاف الخطاب، هتبقى معانا كاف الخطاب اهي، الكاف. يمكنك العمل اهي، الكاف ده اهي ضمير اي ضمير، خلي بالك، خليك تعالى معايا هنا على السبوره دي، اللي هي بتقول لك عندك الاربع ضمائر دول، الكاف والهاء والياء والناء. الضمائر ده اهي متصله بالفعل، خلاص على طول الفعل ده هو متعدي، الفعل ده هو هيكون متعدي، عشان تبقى انت عارف هيبقى الفعل ده متعدي. ازاي؟ هقول اعجبني الكتاب، الياء دي مفعول به، يبقى اذا الفعل ده متعدي. طيب محمد، مثلا محمد ضربك، الكاف هنا متصله بمين؟ بضرب، يبقى الفعل دي متعدي. فهمتني كده وانت ماشي؟ خلاص؟ تمام. نرجع لمرجوعنا تاني، نقول بعض الدلالات، دلالات الافعال اللازمه. في افعال لازمه دايما وما بعدها يعرف فاعل. الافعال دي قدامك، مش هقعد اقول لك احفظها، بس هي موجوده معاك، زي يجب، يلزم، يجوز، ينبغي، يحسن. الافعال ديت افعال لازمه اهو، يجب، ينبغي، يحسن، حسن، قبح، ظهر، احمر، تحطم، شاخ، اتصل، او ما اي فعل يبدا بألف وتاء، يمكن، طال، جمل، اطمأن، شجع، قصر، انكسر. خلاص يا جماعه؟ ديت الافعال اللي بتبدا بألف وتاء، الافعال اللي بتبدا بألف ونون. انكسر، انهزم، بصوا، انكسر، انهزم، اتصل، نقول اتصل، انتصر. تمام؟ الافعال ديت افعال لازمه، الافعال دي لازمه. تمام؟ خليها معاك، خليها معاك دي، خليها معاك اهي، الافعال ده اهي، اول ما تشوف الافعال دي افعال لازمه. تمام؟ نروح لجزئيه ثانيه. في عندي سؤال هنجيله هنا ونقول قايلين السؤال ايه؟ نقول اصبح الطالب نشيطا. يلا جاوب يلا، بس ما تستعجلش انت بتجاوب. اصبح الطالب نشيطا. يلا وانا بجيب اللون الاحمر عشان نشوفك هتعمل ايه. الفعل دي لازم ولا متعدي؟ جاوب كده. ها، جاوبت؟ يلا تعالى شوف الاجابه. اصبح دي فعل لازم ولا متعدي؟ ها، مين اللي قال لازم؟ انت. طب وانت قلت ايه؟ متعدي. على فكره انتوا الاثنين غلط. الفعل لازم ولا متعدي؟ ليه يا استاذ؟ تعالى لي كده. الفعل ده ايه؟ مش دي فعل ناسخ؟ فعل ناسخ. طب الفعل الناسخ ليه فاعل ومفعول به؟ لا. طب ليه فاعل بس؟ لا. ليه يا استاذ؟ لان انت خدت في سنه سته ان الافعال الناسخه دي افعال ماشي ممكن تكون ماضيه او مضارعه او امر، بس الفعل الناسخ بيرفع اسمه وينصب خبر، ليه اسم وليه خبر، ليه اسم تاني اهو،
ليه اسم وليه خبر، يعني ملوش فاعل ولا مفعول به. طب احنا كان كلامنا من اول الحصه بنتكلم عن ايه؟ ان الفعل اللازم هو اللي بيرفع فاعله بس وبيكتفي به. طب الفعل المتعدي هو اللي بيرفع فاعله وبينصب مفعول به. يعني اذا كان الكلام والفيصل كله والليله دي كلها كانت على ايه؟ ان الفعل اللازم ليه فاعل صح وملوش مفعول به. طب الفعل المتعدي ليه فاعل وليه مفعول به. طيب كان واخواتها لها فاعل؟ لا. لها مفعول به؟ لا، لان لها اسمها وخبرها صح. اذا نقول ايه الفعل الناسخ ده؟ نقول لا يوصف باللزوم او التعدي. لا يوصف باللزوم او الايه؟ لا يوصف باللزوم او التعدي. تمام، يبقى افتكر دي الافعال الناسخه لا توصف باللزوم ولا الايه ولا التعدي يا شباب، اوعوا تنسوا الجزئيه دي. لذلك او كان واخواتها لا توصف هذه الافعال باللزوم او الايه بالتعدي او اللزوم، لانها لا فعل ولا مفعول لها. طيب في بقى عندك جزئيه بقى عاوزك تركز معايا فيها. الفعل اللازم هيفضل طول عمره لازم، ما ينفعش كده يعني انتوا حمرائيه يا بتوع اللغه كده، ما ينفعش يا استاذنا نخلي الفعل اللازم ده هو ممكن نحوله لفعل متعدي. ينفع، اقدر طب تعالى لي كده، تعالى معايا، تعالى معايا، سيب اللي احنا كاتبينه وتعالى معايا كده. ينفع؟ تعالى بص كده، هقول لك على حاجه. خرج محمد من المدرسه صح. الفعل هنا لازم ولا متعدي؟ الفعل خرج ده اهو لازم. طب بصوا لو انا حطيت، تعالى لو حطيت للفعل همزه في الاول، اخرج أبي محمد من، أخرج أبي محمدا، شوفوا بقى من كانت هنا محمد من المدرسة. إيه اللي حصل؟ بقى الفعل هنا لازم ولا متعدي؟ بقى متعدي، لأن لو بصيت هتلاحظ هنا حاجة، إن أبي هنا بقت فاعل، لأن مين اللي أخرج؟ أبي، ومحمد مفعول به. إذا الفعل هنا هيكون إيه؟ لازم ولا متعدي؟ لازم. بينما هنا خرج محمد فقط، اذا الفعل شوفوا، لا انا قلت لازم. ها يلا تعال امسح يا استاذ بسرعه كده. الفعل مش هيكون لازم هنا، الفعل ده هو ايه؟ متعد. ولا يهمك يا استاذ، احنا معاك، احنا عارفين انت مستربع معانا عاوز توصل لنا. طب بص على اللي فوق بقى، هتقول عليها ايه؟ خليك معايا، احنا قلنا على دي متعدي عشان زود لنا الهمزه. طب هنا هيبقى ايه؟ لازم. تمام. لا يعني انت عاوز تقول لي ايه؟ اللي في دماغي عاوز اقول لك ان هناك حروف احنا بنسميها حروف التعديه، حروف كده اسلحه بنرقي الفعل. مش انت بتلعب اللعبه اللي انت بتلعبها، اعتقد كان عندكم لعبه فري فاير وبابجي والحاجات دي، ولا في حاجه ثانيه انا مش عارفها؟ بتلعبوا ايه تاني؟ بيقولوا لي بتلعبوا ايه تاني؟ الالعاب ديت مش في عندك ادوات بترقيك في اللعبه؟ احنا عندنا بقى في اللغه في حروف بتعلي من الفعل، بترقي الفعل، اسمها حروف التعديه. لما احطها مع الفعل، تتحط مع الفعل، يبقى الفعل هنا ان كان لازم يبقى متعدي. طب وان كان متعدي يعني ليه مفعول واحد يبقى 2 ويبقى 3 يا راجل. والله تعال مثلا اجي اقول لك مثلا، مش الفعل ده اهو، نقول مثلا هتقول لي فعل كده لازم فعل متعدي مثلا، فهم الطالب الدرس. مش الفعل دي متعدي؟ فهم متعدي، لان الطالب هنا هتبقى مفعول، الطالب هنا اهو هتبقى مفعول به، الطالب فاعل والدرس مفعول به. طيب لو انا قلت هنا اهو افهمته او فهمته، ايه اللي حصل؟ الطالب هيفضل فاعل؟ لا، لان الطالب هنا هتبقى بقت مفعول به، الطالب هنا هتبقى مفعول به. افهمته لان التاء هنا هتبقى فاعل، افهمت الطالب الدرس. لاحظت حاجه معايا؟ لا، افهم هنا نصبت مفعولين، دولت من الاثنين دولت مفعولين. ايه اللي حصل؟ ما كان هنا بينصب مفعول واحد، انا قلت لك رقيته بقى، في حروف بترقي. طيب وفهمته هتبقى نفس الايه؟ الحكايه بتنصب مفعولين. وصلت لك الفكره ديت؟ ان ان ممكن احول الفعل اللازم لمتعدي؟ طب تعالى لي بقى كده، تعال نشوف كده الجزئيه دي. بيقول لك يمكن تحويل اللازم الى متعد بالتصرف في الفعل بالحذف او الزياده. زي ايه؟ وقف اللص بعيدا. وقف دي فعل لازم،
طب لعب الطفل مع اخيه فعل لازم. طب قدم الرجل للعمل لازم. طب سهلت هاتان المسألتان فعل لازم. كل الافعال دي لازم، صح كده؟ الفعل وقف ولعب وقدم وسهل. طب بص كده، زودت هنا اوقفت اللص. اللص هنا مفعول ايه؟ به. كان اللص هنا ايه؟ فاعل. فليه؟ عشان زودت الالف. طيب لاعب الطفل اخاه. قال لاعب هنا فعل متعدي عشان الطفل، لاعب الطفل هنا فاعل، واخاه هنا مفعول به فعل اسم الاسماء الخمسه. طب ليه؟ لان زودت الالف. شوف بزياده الالف. طيب كانت هنا قدم هنا قدمت الرجل. قدم الفعل والتاء هنا تاء الفعل والرجل هنا يبقى مفعول به لازم. طب هنا كانت سهلت، هنا استسهلت هاتين فهاتين بقت مفعول به، كانت هنا هاتان فاعل. تمام في دي يا شباب؟ وقلت لك ايه اللي حصل هنا؟ اذا زودت حروف، اذا في حروف هنا اسمها حروف التعديه. تمام في ديت؟ طيب ممكن احول الفعل المتعدي لفعل لازم؟ ممكن. يعني اقلله؟ زي اخرج الامن الجماهير. ما هي اخرج دي كانت اصلها خرج عموما يعني، فما يضحكش عليه، يعني هي كانت فعل لازم. فلما شلت الزياده بتاعتها رجعتها تاني للفعل ايه؟ لازم. اخرج دي فعل متعدي، لما حذفت الهمزه رجعتها لازم. شاركت اخي. شارك اللي هي تاء وتاء الفعل هنا هي الفاعل واخي مفعول به. طب شلتها وتشاركت مع اخي، فتشارك هنا فعل لازم. تمام يا شباب؟ شوف الملحوظه دي، قد ياتي الفعل في صوره واحده مره لازم ومره متعدي، بس على حسب المعنى والسياق. يا راجل تعالى لي كده، ما انا بقول لك انا جايب لك شويه حاجات كده اللي اول الدرس فهمناه وبنمشي خطوه 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 معاك خطوه. طيب الفعل اقام، شوف اقام كده، تعالى كده. اقام اخي في المدينه، فعل لازم ولا متعدي؟ اقام اخي في المدينه دي لازم، لان اقام واخي هتبقى هي ايه؟ الفاعل، وفي المدينه دي جار ومجرور لان معناها استقر. طب بص على انها ما تكون متعديه. اقام اخي في المدينه بيتا، معنى هنا اقام بنى. انا لاحظت حاجه؟ اقام اهي بنفس حروفها واقام اهي بنفس حروف، المعنى اختلف. خلي بالك، اقام بمعنى استقر، اقام اخي في المدينه او اقام اخي في البيت دي فعل لازم لان ملاش مفعول به. اما اقام بمعنى انشا وبنى ده هتبقى فعل متعدي. شفت الاثنين اهو. طب تعالى بص على المثال الثاني، على الفعل الثاني. عاد التلاميذ من المدرسه دي فعل لازم. عاد التلاميذ من المدرسه دي فعل لازم. طب بص على المثال بقى الثاني، لان عاد هنا بمعنى رجع. طيب عاد التلاميذ صديقهم المريض، صديقهم المريضه. عاد بمعنى ايه؟ زار. اختلفت ولا لا؟ قول لي في التعليقات، كنت الجمله دي جميله ولا لا؟ عاد التلاميذ من المدرسه فعل لازم لان عاد بمعنى رجع. اما عاد التلاميذ صديقهم المريض بمعنى زار. تمام يا شباب؟ طيب عندي في ملحوظه ثانيه، قد ياتي الفعلان في صوره كتابيه واحده احدهما لازم والاخر متعدي. تعالى كده، نفس الصوره مع اختلاف حاجه بسيطه. اذهب الى مدرستي مبكرا. مين اللي بيذهب؟ مين اللي بيذهب؟ انا مبكرا، فاذهب دي الفعل والفعل ضمير مستتر هنا. طيب اذا فعل لازم. طب اذهب الله النور من وجه العصاة. اذهب الله، نجيب القلم الثاني، اذهب الله النور من وجه العصاة. اذهب هنا فعل متعدي لان اذهب هنا ايه؟ معناها ازاح او ازاله. اذا شوفوا الفعل في الاثنين واحد. هو ده اللي انا عاوزك شغل مخك. يعني ممكن الفعل يكون لو عدى المعنى بتاعه ممكن يبقى لازم او متعدي على حسب هنا اهي. تمام يا شباب في ديت؟ وبكده نكون وصلنا لخط النهاية مع درس الفعل اللازم والفعل المتعدي. أتمنى أن تكون المعلومة وصلت لك وأنك تكون فهمته، وإن كنت فهمت الدرس لايك بتاعك الجميل والشير، وفي انتظار الدروس الجاية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.